شكرا لك طارق كابتن فريق الهلال. ياسر قحطان يقول لك ألف مبروك. الهلال اليوم يصل إلى نقطة 55. اعتقادي اليوم من تفوق في هذه المباراة هي ثقافة الفوز الجميلة لدى الهلاليين. الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا. فوز 3 نقاط بالنسبة لنا مهمة بالتأكيد، أو الاقتراب أكثر بشكل يعني قريب جدا، يعني نقطة من 3 مباريات قادمة إن شاء الله يكون الدوري إن شاء الله حسم نهائيا. مباراة أعتقد أنها ما ترتقي المستوى الكبير، احنا يمكن فزنا بأقل من أقل مجهود اليوم صراحة. ليش كابتن بالضبط؟ وضع المباراة يعني يمكن الضغط المباريات المتقارب يعني على الفريقين على الهلال والنصر يعني خلى شكل المباراة يظهر بالشكل هذا، الرتم البارد الرتم البطيء، ولكن زي ما قلت انت ثقافة الفوز وروح البطل عندنا. وافقني كابتن ان النصر كان مستحوذ على اغلب مجريات الشوط الاول. النصر يمكن وصل الباب اكثر لكن ما شكل الخطورة، يعني الخطورة انه اهداف يعني تقدر تسميها هجمة هدف، يمكن 1 أو 2، لكن زي ما قلت لك احنا كملنا المباراة 90 دقيقة باقل يمكن مجهود قدمناه وكسبنا 3 نقاط، هذا بالنسبه لنا مهم. في ارهاق عليكم انكم جيتوا من ابو ظبي الخميس، ريحتوا الخميس، تمرنتوا يمكن استرجاع عضلات. هو الشهر هذا شهر ابريل والشهر القادم ايضا في ضغط كبير يعني صراحه، كل 4 ايام كل 5 ايام مباراه، ففيها ضغط صراحه، لكن الحمد لله رب العالمين احنا حققنا الاهم. كم حسم الدوري الهلال؟ كيف؟ كم حسم الدوري الحين؟ باقي لكم نقطه لا الحين؟ هي للحين حسابيا ما تدري انت، هذه كره القدم. مسكت الخبر ولا؟ اي والله كثير. شكلك ما تروح. لا والله اشتقت كثير، بس اعطونا اجازات. انا اول ما اشوفك الحين ما خلاص كل 4 ايام مباراه وين تلقى اجازه. الله يعطيك العافيه ياسر. شكرا لياسر.